يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب، إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك، وكنت عندي محمودا، وإن أنت لم ترض بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهم، أيعيني رغيف عيش أسوقه لك؟ يا ابن آدم لا تسألني رزق غد كما لم أطلب منك عمل غد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. نهاركم زي الفل إن شاء الله. طبعا احنا الأيام دي بصوا يعني من أصعب الأيام اللي الناس كلها داخلة عليها أو بتمر بيها، علشان الغلاء اللي هو زايد قوي 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 تنينا نقول قوي. يعني كلنا حاسين بيه اليومين دول، الغني قبل الفقير كمان، اللي معاه اكتر من اللي معهوش كمان. يعني اللي معاه حاسس، ما بالك بقى باللي معهوش. يعني ربنا يرزق الجميع يا رب. ف كلنا كستات بنبقى دايما محتاسين ان احنا نوفر وندبر ونجري هنا وهنا ونعمل. يعني الستات كلها معروفة بكده يعني. فمن فترة قريبة قوي كنا لما نعين 10 جنيه على 5 على 20 على 2 جنيه فضية كده ولا حاجة، كنا مثلا على اخر الاسبوع كنا نبص نلاقي معانا 300-400 جنيه كده، ولا قصدي على اخر الشهر. يعني تبص تلاقي حوشتي مبلغ من مصروف البيت. يكون الواحد بيبقى مبسوط وسعيد ان هو حوش ولا عن حاجه من مصروف البيت. مره في مره تبص تلاقي معاكي قرش عين متعين على جنب. طبعا في الفتره دي مفيش خالص. يعني انا عن نفسي لما بيبقى معايا مثلا 10 جنيه 20 جنيه بروح جايبه بها سلك، بروح جايبه بها ملح، بروح جايبه بيها مكرونه. يعني لو كيس، والله العظيم لو كيس بجيبه. مش شرط. ليه؟ لان الحاجه دلوقتي هي اضمن بكتير جدا عن الفلوس. الفلوس مش هتنفع. الفلوس اصلا ما عادش لها قيمه. يعني ال10 جنيه دي ما عادش لها قيمه ولا عادت بتجيب حاجه. فبالنسبه لي لا، ده انا اجيب الطلب اللي انا عايزاه احسن، ينحط عندي يبقى جاهز كده فيبقى احسن. طبعا زي ما انتم شايفين كده جبت عدايه طماطم اعملها. هقول لكم بس المفارش دي البقر دي انا كنت الاول بجيبها ب100 جنيه، دلوقتي انا جايباها ب300 جنيه على فكره. بس هي من الحلوه انضف حاجه. في نوع مفارش كده مش حلو بيلزق من الحراره والسخونيه مثلا، او ممكن تسيبيهم فتره على الرف، يعني بتلاقي ساح كده ومبقاش ظريف خالص يعني. انما ده نوع مفارش حلو جدا، بيتغسل، ممكن تفرشها في التلاجة في على الرف على اي حاجه. طبعا من فتره قريبه قوي كان المطبخ بتاع الجزء اللي هو العلوي ده كان هيقع خالص، وكنت مفضياه. وطبعا بقى اكترية المفارش اتقطعت وكده. فانا ايه قلت اما اجيب بكرة جديدة وكده. طبعا انا انصدمت من سعرها والله. بس كنت مضطرة ان انا اجيبها. كمان ملاحظة ان هي مش عدد الامتار اللي كانت موجودة زمان. يعني البقرة اللي انا كنت جايباها قبل دي كانت كبيرة عندي كتير. وكانت تقريبا مش عارفة 120 جنيه ولا حاجة، دي ب300 جنيه. انتوا متخيلين؟ والله العظيم انا انصدمت. المهم يعني بس كنت مضطرة ليها بصراحة يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا انا كنت غاسله الحاجات كلها اللي كانت في الجزء العلوي اللي هو في المطبخ دوت. كنت غسلاها كلها. فالتراب بقى هيجي عليها تاني، فاضطريت بقى آسفة ان انا اقوم كده اتنشط واظبطها عشان ارصها. طبعا انتوا عارفين ان دي ايام امتحانات، فالواحد مش بيبقى فاضي قوي بقى يعني. فانا قلت ايه، نص العام ولا العام كل واحد يعمل نص الحاجة. كل يوم الواحد يعمل حاجة مش مشكلة خالص يعني. احسن من ما فيش، وكمان احسن من ان الواحد يعني يتنيه ملخوم وراكن الحاجات كلها كده. لا يعني شوية مذاكرة. انتوا عارفين بقى بيبقى ايام امتحانات ضغوطات كتير.
فبرضو بس انا حسيت ان الدنيا مكعبله خالص، وكنت غاسله كميه حاجات كتيره قوي، فكنت ايه كل ما عاوز حاجه اجري اجيب منها، فلا قلت لا انا هروح اعمل المطبخ. مش شرط يعني، كان لو مثلا ايام اجازه ولا حاجه كان ممكن اعمل المطبخ ده على يوم واحد وانفض منه كل حيطان ومطبخ جوه وبره وكل حاجه. بس بصراحه طبعا في ايام امتحانات فلا مش هستحمل ان انا طول اليوم اتنيني واقفه في المطبخ وورايا حاجات تانية مذاكره بقى وتسميع وحاجات من دي. فربنا ينجح ولادنا كلنا يا رب. فانا قلت ما اعمل ايه كل يوم وانا واقفه كده، مثلا بعمل الاكل او بروق ولا كده، اعمل ضرفتين ولا حاجه، مش هحس بيه، وفي نفس الوقت اكون خلصت اللي ورايا يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. كنت جايبه عدايه طماطم كده، كنت بسواها في اول الفيديو زي ما وريتكم. طبعا انا ايه ما عملتهاش لكم بقى بالتفصيل، لان احنا ايه سويناها قبل كده في الفيديو اللي قبل ده او اللي قبله كمان يعني، سويناها كتير وقلت لكم ازاي تختاروا الطماطم اللي هي تعمل معاكم كميه كبيره. طبعا الطماطم البلح دي بصي خديها وانتي مغمضه كده، الطماطم اللي هي البلح بلاش البل. طب انتي ما انتي جايبه طماطم بلد اللي هي المدوره دي اهي، طب بتضحك علينا يعني؟ لا والله العظيم مش بضحك عليكم ولا حاجه، بس انا اتدبست فيها آه، اتدبست يعني. فما كنتش بصراحه ما حبيتش ان انا ازعلها ولا اكسر خاطرها يعني، وخصوصا ان هي جابتها لي لحد البيت فلا. كان السنه اللي فاتت لما جيت اخزن الطماطم، احكي لكم على موقف كده حصل يعني واحنا شغالين كده. جبت واحده عدايه طماطم اللي هي البلحه دي، خزنتها عملت كميه حلوه قوي معايا. بعدها باسبوع كده برضو اتدبست في واحده تانية في عدايه وجابتها لي برضو لحد البيت، ولا ما خلي الفلوس خالص ومش عارف ايه، وانا اصلا ما كانش معايا فلوس ساعتها. فكنت قاعده بصراحه شايله الهم ان انا ايه هديها الفلوس منين يعني مش معايا فلوس اصلا. المهم كنت بقول لجوزي يعني ده انا مش معايا فلوس وكده، ف عشان جايبه طماطم وعايزه، قال لي لا 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 معايا خدي. اداني طبعا الفلوس بتاع الرجاله يعني، يقول لك ماليش دعوه اتصرفي، انت واخده مصروف ما تشغلنيش معاكي، اللي تعمليه اعملي انا ماليش دعوه، المهم تبعدي عنه يعني ما تقولولوش عايزه فلوس تاني. يومها بقى اداني الفلوس، جيت اديها لها. فوالله العظيم ما بضحك عليك اقسم بالله، كانت الطماطم غليت في الوقت ده بصراحه، انا فاكراها والله كان كيلو الطماطم وصل 15 جنيه. انا اتصدمت، وهي كمان كمان كنت عماله اقول لها لا مش هاخدها والله ما هاخدها مش عايزه. فقالت لي يا بنتي خديها والله ما هتخسر. انا عارفه ان هي مش هتخسر، بس انا بحبش اجيب حاجه وانا مش معايا فلوس يعني، بيبقى معايا فلوس لا اجيب. عايزه اقول لكم بقى ان لما الطماطم غليت فعلا نفعتني الفتره دي، كان عندي بقى كميه كبيره، وانا كمان بسويها معجون. مش بعمل صلصة ولا تقلية بصراحة، معجون بقى اطلع الكيس اعمله صلصة اعمله تقلية اعمله كل اللي انا عايزاه. المهم قعدت فترة كبيرة قوي استعمل الطماطم اللي عندي دي، وكنت بشتري طماطم مثلا كيلو كيلو ونص، على قد السلطة مثلا في الدرج وكده وخلاص. انما كل الاستعمال محشي بقى طبيخ، كانت الناس اصلا والله العظيم كانت تقول لك احنا نعمل محشي ده الطماطم ب 15 جنيه، وانا اصلا بقى وجوزي كان يقول لي انت يا بنتي انهبلتي انت عامله محشي والطماطم مش عارف ايه. لا كنت بعمل ليه كانت نفعتني، فربنا جبر خاطري عشان انا ما رضيتش اكسر خاطرها ولا اعمل. هنا كنت بوريكم المجات اللي هي مجات الشوربه التانية دي، ما تجيبوهاش خالص خالص اللي هي السمرة دي. لو بتجيبي تجهزي بتجيبي ليكي كده ما تجيبهاش خالص. ليه؟ الايدين بتاعتهم كلها اتقطمت كده، لان هي فخار اصلا مش صيني. فكل الايدين بتاعتهم يعني تخيلوا الايدين دي اتقطمت وانا اصلا حاطه فيهم شوربه. ف يعني اتصدمت بصراحة، لان ما كنتش اتوقع ان ايدهم كلها تنشال كده يعني. في عندي موجين كمان انكسروا، كنت حاطة فيهم شوربة وبقوا يقعوا على الارض كده، وانا ماسكة بقى الايد في ايدي والمج كله بالشوربة ويقع على الارض. فكنت بوريهم لكم اقول لكم ان هم وحشين جدا، اوعوا تجيبوهم خالص يعني. انا عندي المجات اللي هي الصيني عارفين القديمة قوي اللي انا وريتها لكم دي البيضة دي من بتاعة الجواز يعني، انا متجوزة بقالي 16 سنة. دول عندي بحط فيهم كل حاجة بصراحة، جمال جدا
وما انكسروش ولا ايديهم حصل لها اي حاجه. التانيين دول اللي انا كنت مجدده وجايباهم قريب من فتره قريبه، فبصراحه وحشين خالص خالص يعني. فانتوا لو بتجيبوا غاليين وما تجيبوهمش كمان عشان مش حلوين ومش عمليين. بلاش تنخدعوا في الحاجات اللي هي الشكل يعني، لا. في حاجات، هاتي الحاجات العملية احسن. ماشي. كمان الكاسات، لو انت برضو بتجهزي بتجددي الحاجات، تخليكي دايما في الحاجات اللي هي حروفها فضية، دي بتبقى وسادة جميلة جدا، والموضة عمرها ما بتروح عليها يعني. انا شوفوا بقول لكم متجوزة بقالي 16 سنة اهوت، والله العظيم بجد الكاسات دي وكوباية القهوة الصغيرة اللي هي حرفها فضي دي، دول موضة اصلا يعني. انتوا متخيلين دول موضة السنة دي يعني، مش السنة دي بس، دول موضة على طول، بيفضلوا موضة على طول. فخليكي دايما في الحاجات، بلاش الحاجات اللي بتبقى فقع اللي عليها رسومات بقى والحاجات. بصوا اللي احنا ايه، فانا عندي برضو مش هقول لكم ما عنديش، لا لا. ده انا عندي بصوا بدع يعني، كان عندي حاجات عليها ليمون وعلى برتقال وعلى حاجات. بس خليكم في الحاجات اللي السادة بجد، بتبقى رقيقة كده وحلوة. الواحد وهو بنت بيبقى بيتغر في الحاجات والاشكال والحاجات دي، بس بصراحة الاستعمال هو اللي بيبين كل الحاجات دي، الحلو من الوحش، من الحاجات اللي ذوقها حلو من اللي ذوقها وحش والكلام ده كله. فخليكي دايما في الحاجة اللي هي بتبقى سادة، بتبقى احلى واشيك واجمل، والموضة بتاعتها ما بتبطلش ابدا يعني. هي دايما في كل احوالها وفي كل زمانها بتلاقي حاجة حلوة كده ورقيقة وشيك. انا عملت بقى يعني عملت تقريبا نصه. اهم حاجة بس ان الواحد دايما تبقى ايده في الحاجة، دايما تبقى نظيفة وحلوة وعلى طول يعني. يعني المطبخ احنا اصلا بحكم ان احنا بنقف فيه طول اليوم، فدايما تبقى ايدنا فيه يبقى نظيف دايما على طول. ومتهيألي ده اكتر مكان اصلا بيتعرض للدهون يعني لو انت ما كانش ايدك فيه على طول بيبقى يعني ايه، عايزه اقولها لكم ازاي، يعني الاوساخ بتبان فيه على طول لو انت ايدك مش فيه على طول. بصوا بقى، كانت الطماطم كمان معايا بدات ان هي خلاص تخش في السوا. انا مش بسويها قوي ان هي تنهري خالص وتدوب في الميه، لا يا دوب بحس انها استوت كده. طبعا بقى انا ايه، حبيت ان انا اوفر عليكم كل ده لان احنا عملناها قبل كده مع بعض كتير. بس هي برضه عملت معايا كميه كبيره. وكمان مليت الدرج، يعني مليت الدرج طماطم بقى، يعني كل الطماطم اللي كانت ناشفة قوي وتستحمل الدرج بقى، انت عينتي كتير جدا على فكرة. فهي برضه عملت معايا كمية حلوة. انا لا بقى لا بحط فيها بطاطس ولا بحط فيها جزر ولا بحط فيها كوسة ولا الحاجات دي. ما انا بشوف الناس يعني بصراحة بيحطوا فيها العجب، يحطوا فيها كوسة، يحطوا فيها بطاطس، فلفل الوان. هي الطماطم مش محتاجة حاجة، والحاجات دي كلها والله العظيم عن تجربة بتغير طعم الطماطم. يعني لو هتطبخي هتعملي اي حاجة بتلاقي الطماطم طعمها والاكل بتاعك طعمه متغير. فليه هي الطماطم حمرا اهي، حتى لو انت جبتيها لونها عامل شويه فاتح شويه ممكن تسيبيها لما تستوي معاكي تعمل طعم. بشوف ناس بتحط بطاطس يعني عشان تعمل تبقى تقيله، يبقى المعجون بتاعها تقيل. ما هو تقيل اهو، هو تقيل اهو. بس سبحان الله على فكرة، اللي هي البلد المدورة دي غير برضو التانية البلح. انا عن نفسي يعني بفضل اللي هي البلح. ما تجيبوش دي. احنا قلنا بقى، احنا اتفقنا ان دي ايه، كانت تدبيسة كده، فايه ربنا يعدها على خير يعني، برضو الحمد لله. اه ما نكسرش بخاطر حد برضو يعني، عودي نفسي كده، ربنا والله العظيم بيكرمك في حاجة تانية بيعوضها لك في حاجة تانية يعني. فعشان كده بقول لكم ما تكسروش بخاطر حد. بص بقى، كنت هلكت بصراحة، كنت خدت وقت كده من الراحة. ده كان عشاء بقى، ما كانش غدا خالص. ده كان عشاء. يعني على ما ارتحت بقى يعني، انا عملت حاجات كتيرة جدا بس ما صورتهاش بصراحة، لاني اصلا كنت يعني شفت اللي بجري ورا نفسي كده، فمفيش وقت للتصوير. كلكم عارفين التصوير بياخد وقت كبير جدا ومجهود برضه يعني. فلا انا كبرت راسي بقى. طفيت التليفون ده خالص وحطيته في الشاحن وقلت لا لا لا، لما اجي اعمل الغدا بقى ايه ابقى اصور لكم نعمل غدا النهارده. البطاطس دي بطاطس كده حمرا، من اللي هي عامله زي البطاطا كده. عايزه اقول لكم البطاطس دي في الشيبسي جامده جدا جدا.
بس انا هنا عملتها بطريقه غلط. مش عايزاكم تعملوا، يعني لو انت جبتيها ما تعملهاش زي ما انا عملتها في الفيديو كده. انا هنا قشرتها كلها وجبتها بالمبشره، عملتها شيبسي. وغسلتها كويس قوي من النشا اللي فيها، بيبقى فيها نشا كتير قوي. انا هنا غسلتها ونقعتها بقى في محلول اللي هو ملح وايه ملح وشطه وليمون وخل وكده. لا، البطاطس دي بقى مش بتتعمل كده خالص. البطاطس الشيبسي اللي هي الحمراء، البطاطس الحمراء مش بتتعمل كده، ما تعمليهاش ليه؟ لان انا عملتها بطريقتين اتنين. كان من فتره كده عملتها وقليتها على طول. كنت غسليها ونقعتها بس في ميه عاديه خالص من الحنفيه. والمره دي عملتها، بقول لكم بقى، لاني كنت يعني بعمل، هم قالوا لي لا بقى اعملها لنا بخل وليمون ومش عارفه زي البطاطس اللي هي العاديه التانية. فعملتها، بس البطاطس دي لا، ما تعملهاش بالطريقه دي خالص، هتحسي ان طعمها مغير. مش مغير، تحسي ان فيها رطبه كده، مش اللي هي الناشفه النشوفيه اللي على مزاجك. لا، فهي انا عرفت ساعتها بقى ان هي مش بتتعمل بليمون وخل زي البطاطس العاديه. فلو انت جبتيها اوعي 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 تعمليها زي ما انا عملتها في الفيديو ده. انا احب لما بجرب حاجه اقول لكم عليها يعني. بس بصراحه هي في الشيبسي جميله جدا، بس في الصوابع لا، مش طعمها مش قد كده في البطاطس الصوابع. انما في الشيبسي جميله جدا بصراحه، بس هي عايزه تتقشر وتغسليها كويس جدا تستعمليها على طول. وحتى لو انت ما استعملتهاش بتنقعيها في ميه بيضه، ما يكونش في الميه اي حاجه خالص، لا ملح ولا اي حاجه ولا خل ولا اي حاجه من الكلام ده خالص. هنا بقى برضو كنت عملت سلطه طحينه كده في الاول خالص، كنت مكسله ان انا اصور، وبعدين قلت لا انا نصور بقى عشان ايه، نحط فيديو كده، بقالنا كتير ما حطيناش. فلو انتي بقى وصلتي معايا لحد هنا حطي لي لايك، وما تبقيش بخيله. آه خليكي خيره كده، وبعدين مش هناخد منك فلوس يعني قصاد اللايك ولا حاجه. كنت عملت بقى سلطه الطحينه عشان هنعمل حواوشي بقى النهارده. الحواوشي، يعني كنت بشتري عيش من اللي هو بتاع الحواوشي ده الصغير، بس بصراحة بحسه كده ان الواحد بياكل مش بيشبع منه خالص، تحسي ان مش بيشبع كده. فانا النهارده بقى ايه، رحت الطابونة كده الشمللت ورحت بدري جبت عيش. فقلت بقى عشان اعمل بيه حواوشي ايه، يبقى عيش صابح ويبقى عيش بلدي كده حلو. وكمان يعني انتوا عارفين ان ال20 رغيف بجنيه، انما اللي بره دون بيبقى مش عارفة ب5 جنيه كام رغيف كده، يعني ما يتعدوش ب5 جنيه. انما مش عارفة الستة حاجة كده والله يعني. فالمهم بقى ايه، فانا قلت اما اروح اجيب من الطابونة احسن، يبقى العيش حلو وجميل كده وصابح، فنعمل بحواوشي وكده. احسن من العيش اللي بنشتريه ده. جبت بقى بصل. بمناسبة البصل انا اتصدمت ان البصل اليومين دول بالكيلو وربع ب10 جنيه، يعني انا اتصدمت. قالوا عشان التصدير فتح وكده. فعرفت بقى قيمة التخزين، وان احنا دايما يبقى عندنا كل حاجة موجودة. ما تستهتريش بأي حاجة، اوعي تقولي ده ما هو موجود على طول، ما هو هيروح فين يعني، ما هو موجود طول السنة، انا اخزن ليه وجع في دماغي. في ناس بتعمل كده، اوعي تقولي الكلمة دي لنفسك خالص. اي حاجة تقابلك هاتيها على طول من غير ما تفكري. خزنيها في الفريزر، كل حاجة. بصي كل حاجة دلوقتي بقت بتخزن في الفريزر، كل حاجة، كل ما تتخيلي. يعني انا سمعت ان في ناس بتقطع البصل وتعينه في علبة في الفريزر، اقسم بالله. فطبعا انا احبكش ان انت تعملي كده، البصل ده من الحاجات اللي هي لازم تتعمل صبحة يعني. بس انا بقول لك يعني، شوف وصلت لايه. يحمروا الشعرية ولسان العصفور ويعينوها في علب في التلاجة. يعني بص، ما فيش حاجة دلوقتي اسمها لا ما بتتخزنش، كل حاجة. طبعا انا ما بقولكيش ان انت تعملي لسان العصفور ولا كده، لا. بس انا بعرفك. بس هنا بقى كنت لسه فارمه اللحمه وجايه، يا دوبت كده. طبعا عندي دهن دوش كده يعني، بيبقى حلو قوي وبيدي الحواوشي طعم رهيب. بيبقى زيه زي الكفته كده، بصراحه حلو قوي. الحواوشي ده بيبقى محتاج ان هو يبقى فيه دهن شويه.
بصراحة بيبقى خطير جدا، والدهن الدوش ده بيديله طعم جميل جدا. هنا انا بشرت البصل، وحطيت عليه ملح بكمون يعني، وفلفل اسمر، وسنة شطة صغيرة بس، وسنة قرفة وجنزبيل. بس ما بحطش اكتر من كده. القرفة بتخلي الحوش جميل جدا، هي والجنزبيل طبعا. الجنزبيل بحطه على اللحمة والفراخ، حلو قوي قوي قوي. بس مش بحط حاجة تانية. ببدأ بقى ان انا كنت مفتحة العيش ده من الصبح، من ساعة ما جبته، ومظبطاه على الحشو على طول. ومقطعه بقى طبق كبير كده. وكنت فرمت فلفل كمان، بشرته حامي. لو انت حابه، مش حابه الحامي ممكن تفرميه بارد، على فكره بيفرق في طعم الحواوشي قوي. ما بحبش ان انا بشوف ناس كده بيقطعوا الطماطم زيها زي البصل كده، ويعجنوه مع العجينه. ما بحبهاش بصراحه. بحس ان اللحمه لظه كده من جوه، ومش بيبقى فيها ميه يعني. لا، انا بحب ان انا اقطع الطماطم شرايح كده، وطبعا ده يرجع لك انت يعني. حسب راحتك انت، بس احسن ان انت تعمليه شرايح كده، بلاش التقطيع اللي هي بتبقى عامله زي السلطه، اللي هو بيبقى قطع صغيره كده. طبعا بقى في حاجات تانية مسقطة مني، فعشان بقول لكم كنت مستعجلة جدا، وكمان كنت تعبانة، فخلاص يعني. كان خلاص الأكل استوى. كنت عملت الشيبسي، وعملت السلطات بقى، وكمان الحواوشي بتاعنا كان استوى. كان في جزء استوى، وكان في جزء لسه في الفرن. ده كان فيديو النهاردة، أتمنى يعجبكم، ومع السلامة.